تشارلز دو برونكس اوليفيرا هيلعب بكره. اخر ماتش لعبه كان ضد إيليا توبوريا وخسروا بطريقه عنيفه جدا، وده خلاه مش قادر يبص لحد، وبيوصف احساسه ان هو خلى وشه في الارض كانه حاسس بالعار. وفي خلال الحاله النفسيه الصعبه دي ادرك ان هو عنده طريق من اتنين، يا اما يفضل باصص في الارض يا اما يقوم ويمسح دمه ويقاتل عشان حلمه. فكانت اول خطوه ليه ان هو يرفع سماعه التليفون ويطلب من اليو اف سي ان هو يلعب مباراه تانية، واليو اف سي استجابت وبكره هيكون ماتش العوده. المباراه هتكون على ارضه في يو اف سي ريو في البرازيل. تشارلز مقتنع ان هو هيرجع يكسب لو رجع لنفسه تاني، لو رجع لعقليه الصياد اللي بيطارد فريسته اللي هي المكسب، وبالذات بعد اخر قتال هو شايف ان هو لازم يكسب. في الناحيه التانية من القفص هنشوف ماتيوس جامروت، المقاتل اللي السجل بتاعه قبل ما ينضم لليو اف سي كان 17 مكسب ولا خساره. المقاتل ده مصارع ومصارع من على اعلى مستوى، في خلال 11 قتال في اليو اف سي بس قدر ان هو يسجل اكتر من 50 تيك داون. هو شايف ان دي فرصته ان هو يكسب اسم كبير، عشان الخطوه اللي بعدها ان هو يلعب على الحزام. مدرك ان هيكون في معركه ما بينه وما بين تشارلز اوليفيرا اللي جاي يستعيد مكانته بعد خساره قويه، وواثق ومقتنع ان هو يقدر يكسر عزيمه خصمه. والسؤال الحقيقي هنا، هل الخساره دي اثرت في تشارلز وكسرت اللي جواه، ولا هيثبت لنفسه ولكل حد شاكك فيه ان هو فعلا البطل الحقيقي؟ بكره هنعرف الاجابه.